الرجل أدخل قلم رصاص في أنفه، وفي اللحظة التالية أصبح القلم مبرياً. هذا الرجل دخل مسابقة لأكل النقانق وبدأ يملأ فمه بها، وفي 3 دقائق فقط أكل 1000 قطعة نقانق وفاز في المسابقة. وفي أحد الأيام واجه رجلين للصين، رفع يده ورمى أحدهما بعيداً، أما الآخر فوجه مسدساً نحوه، لكن الرجل سحق فوهة المسدس بيده، فهرب اللصان مذعورين. ذهب الرجل إلى متجر ملابس ليشتري بعض الثياب، لكنه لم يكن يملك مالاً، فقام بمسح ورقة نقدية بيده، ثم دخل غرفة القياس وفعل آلة طباعة، بل وبدأ بإخراج قطع معدنية أيضاً. اتضح أن هذا الرجل لم يكن إنساناً، بل كان مركبة فضائية على هيئة إنسان، وكان يتحكم به مخلوقات فضائية صغيرة من الداخل. جاءوا إلى الأرض لجمع مياه البحر، لكنهم فقدوا جهاز جمع المياه. لكي يبدو أكثر إنسانية، تعلم الرجل حركات البشر وبدأ يقلد طريقتهم في المشي، وعندما خرج إلى الشارع وبدأ يعبر الطريق صدمته سيارة وطرح في الهواء. أسرعت السائقة للنزول من السيارة لتتفقد حاله، لكن الرجل جلس فجأة، وعندما رأت المرأة أن ساقه مكسورة أخرجت هاتفها لتطلب المساعدة، لكنه كان قد اختفى. ذهب إلى زاوية في الشارع، وقف مستقيما، وفي اللحظة التالية فتح باب في جسده. أنزل أحد الكائنات الفضائية حبلا من أذنه وانزلق من خلاله، ثم ضغط على زر ففتح بابا داخليا وبدأ بإصلاح الخلل. وفي هذه الأثناء كانت المرأة قد رأته مجددا، فاقتربت منه لتسأله، ولحسن الحظ كانت عملية الإصلاح قد انتهت. عاد الكائن الصغير فورا إلى داخل المركبة، ثم دعت المرأة الرجل إلى منزلها وقدمت له كوبا من الماء، لكن ما إن شرب الرجل الماء حتى غرقت المركبة من الداخل، وغرق معها جميع الكائنات الصغيرة. فجأة رأى الرجل صورة فيها كرة، وتبين أن هذه الكرة هي جهاز جمع مياه البحر الخاص بهم. أسرع إلى المدرسة بحثا عن الطفل الذي كانت الكرة بحوزته، وادعى أنه معلم، لكن الطلاب لم يصدقوه، فبدأ يكتب معادلات رياضية بسرعة خارقة على السبورة ليثبت نفسه، فاندهش الأطفال. وبعد انتهاء الدوام وجد الرجل الطفل، لكن الكرة كانت قد أخذت من قبل متنمر. وفي اليوم التالي ذهب الرجل والطفل إلى مدينة الملاهي وعثروا على المتنمر. أمسك الرجل بالمتنمر وقلبه رأسا على عقب، وبدأ يهزه لتسقط الأغراض من جيوبه. وفي النهاية استعاد الرجل جهاز جمع المياه وأصبح صديقا للطفل.